السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم صحه والاحوال ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، اليوم غادي نبارطاجي معكم المنتجات العنايه اللي كنعتني بنفسي انايا، يعني الحوايج اللي انا كنستعمل. غادي نحاول نبارطاجي معكم اي حاجه لا كتصلح، شنو المزايا ديالها. المهم نحاول انني نتقاسم معكم شنو الحاجه اللي عجبتني شنو الحاجه اللي ما عجبتنيش. البنات، اول حاجه غادي نبدا بها هو هاد الصيغه البنات، الكريم ادغاتونط فيزاج. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم، بالاخص في هذه الفتره ديال البرد. البنات راكم عارفين ان البرد كيأثر علينا بزاف وكيخلي لنا البشره ديالنا ناشفه. فالبنات كنصحكم انكم تاخذوا هاد الصيغه. راه غزاله البنات، كيرطب بواحد الدرجه ما كتصورش. اي وحده عندها النشوفيه في البشره ديالها كتكون متحسه، بالاخص في البرد كتبقى تكمش، كتبقى تعطيها الحريق، يعني غير كتحاول غير تضحك ولا شي حاجه كيبقى يعطيها الحريق. كاين الناس اللي كتوصل للدرجه ان البشره ديالهم كتبقى تحرقهم. بالاخص الناس اللي كيكونوا في المناطق اللي كيكون فيها البرد بزاف، راه كتخرج لهم حتى واحد التهيج في الاحمرار، عفوا كيتهيج لهم البشره ديالهم، كتحمر الوجنتين ديالهم، يعني الخدين ديالهم كيوليو حمرين. البنات هاد الصيغه بالنسبه للناس اللي بالاستطاعه ديالهم ياخدوه، فهو راه غزال البنات. احسن مرطب انا استعملته ولقيت عليه نتيجه زوينه في الترطيب، يعني كيرطب بعمق، اللي كونه غني بزاف ديال الفوائد، يعني كيغذي البشره بعمق، وكينصحوا به بطبيعه الحال حتى الاخصائيين ديال الجلد. الثمن ديالو المهم الثمن ديالو يعني بالنسبه للناس اللي بالاستطاعه ديالهم ياخدوه، راه داير 110 دراهم على حساب كل باغا. والثمن ديالها كيف ما دائما كنقول لكم. ندوزو ثاني مكون. انا راجع مع هاد الشبيكه، لي برودوي اللي كنستعمل يعني هما اللي جا معاهم في هاد الشبيكه هادي. ندوزو البنات بالنسبه للحمايه من الشمس. واخا البرد البنات ضروري من انكم تحميو البشره ديالكم، يعني راه ضروري ما كنتعرضوا لديك الاشعه اللي كتكون ما بين 12 والفوق، راه كتكون يعني مضره، يعني تقدر تخرج لكم بقع في الوجه ديالكم، تقدر تخرج لكم دي طاش بغون، بزاف د الحوايج البنات. انا كنستعمل هاد لاغوش بوزاي صراحه زوينه، هاد اونطوليوز. الاس بي اف ديالها 50 بلس. بالنسبه ليها حتى هي راه كريم ادغاتونت، يعني فيها حتى ليدغاتاسيون، يعني ما تخافوش منها، يعني راها كتبروتيجي لابو ديالكم من الاشعه ديال الشمس، وفي نفس الوقت كتادغاتي ليكم بالنسبه للناس اللي عندهم لابو سيش، يعني بشره جافه. هاد لاروش بوساي اللي فيها هاد لابوند الزرقاء البنات بالنسبه للناس اللي عندهم بشره جافه، واللي كتكون فيها لابوند هنايا خضراء بطبيعه الحال ديك البشره الدهنيه البنات. المهم هاد لاروش بوساي انا ما كنستغناش عليها، ضروري. ما انني راكم عارفين كنستعمل بزاف ديال لي زيكرون سولير، كندور وكنرجع لاروش بوساي، كنعاود ندير ديك الدوره الشرفيه عليها. المهم البنات ندوزو بالنسبه للناس اللي عندهم كيعانيو من الحبوب في البشره ديالهم، فكنصحهم بديفيرين البنات. انا هذه كنستعملها ملي كيخرجوا ليا شي حبات هكا في الوجه، راكم عارفين في الوقت ديال العاده الشهريه كيخرجوا لنا داك البقع، كنحاول انني نستعملها غير على البقع البنات. انا ما واخداش جل راكم عارفين بالنسبه للناس اللي عندهم حب الشباب كيكون متعفن، وكيكون داك الحب الشباب ظاهر بزاف في البشره، فكياخذوا الجل ديالو لحقاش كيكون مركز اكثر على الكريم. فانا واخده فقط كريم 0.1%. هذه فيرينا البنات غزاله، ما خصها ضروري تكون عندكم في الدار. الثمن ديالها 70 درهم البنات، بالنسبه اللي بغى ياخذها. راه الثمن ديالها في الفارماسي ما كتباعش في الباغا، لحقاش هي تريتمون يعني دواء، كتكون غير في الفارماسي، دايره 70 درهم البنات هذه. ندوزو الناس اللي ما عندهمش يستعملوا هاد البوماده الصفراء. البوماده الصفراء غنيه عن التعريف البنات، ماشي البوماده الصفراء اوريوميسين ديال العينين البنات، ديال العينين راه كتكون مكتوبه فيها هنايا 1%، هذه البنات 3% راها ديال الجلد. بوماد تيرميك، هاد لا تيوب هادي ديال اوريوميسين 3%، هادي راه خاصه بالجلد البنات ماشي العينين. غزاله البنات هادي حتى هي انا كنستعملها. كنت كنستعمل ديفيرين، وتا هادي مرات هي كنستعملها حتى هي كطفي الحبه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش امكانيات راه دايره 10 دراهم على ما اظن، ولا بقاو 180 المهم البنات ندوزو عاوتاني الكريم اللي كنرطب به ديال اليديدات ديالي. راكم عارفين مع الشقه وتماره وجافيل ضروري اليدين ما كيوليو حالتهم، فضروري ما اننا نضغطيو اليدين ديالنا. هاد كريم نيتروجينا انا البنات ما كنستغناش عليه، الترطيب ديالو غزال بزاف البنات، واصلا كينصحوا به لي ديرماتولوج، يعني ما فيه
حتى شي ضرر، يعني غزال كيرطب حتى هو بعمق. انا هاد النيتروجينا ما كنستغناش عليها، بالاخص الا كنت خارجه هكا كنستعمل غير واحد الكميه كتخلي لي يدي رطبين البنات وغزاله في الترطيب ديالها. عاوتاني كاينه حتى هاد فازلين هادي. المهم بالنسبه لترطيب يديكم حاولوا انكم هاد الفازلين البنات هذه من تكون مثلا يعني درتي يدي بزاف جافيل ولا شي حاجه، فانا كنستعمل هاد الفازلين هذه كترطب لي اليد ديالي. هذه كنخليها حتى تنكون خارجه. هاد النيتروجينا صراحه ملي كنكون خارجه حتى كنستعملها. هذه كنستعملها يعني في الدار، راكم عارفين الفازلين ما كتستحملش مع الشمس، فانا كنديرها ملي كنكون مثلا ساليت الشقه ولا شي حاجه. المهم البنات ندوزو دابا لهاد بيفاجين. بيفاجين تقولي علاش الاستعمال ديالها البنات؟ المهم البنات هذا الاستعمال ديال بيفاجين راكم عارفين هذه كنستعملوها المنطقه الحساسه، الناس اللي كيخرجوا لهم الفطريات في ديك المنطقه، الحكه البنات، الحكه البنات اللي كيعانيوا في بالحكه في المنطقه، يعني في المناطق الحساسه كتخرج لكم داك الحكه البنات غزاله. هاد بيفاجين راه من الاستعمال الاول ديالها نساو عليكم شي حاجه سميتها الحكه، او ميم طون كتنقي ليكم كاع الميكروب اللي كيكون تما كيهبط ما كيبقاش نهائيا. هذه ضروري ما تكون عندكم في الدار البنات. راه عادي جدا اننا راكم عارفين بعض المرات كتكون الطواليت هكا كتدخلوا شي طواليت كتكون خارجه على الدار ديالكم ولا شي حاجه كتلقطوا شي ميكروب ولا شي حاجه، عادي البنات. فإنسان أن يحاول أنه يحمي داك المنطقة ويعتني بها، وهاد بيفاجين ضروري ما تكون عندكم في الدار البنات. هاد بيفاجين غزاله البنات كنصحكم بها. غنحاول انني نبارطاجي معكم. المهم البنات هذه غير دوف كنستعملها، انا ما كنستغناش على دوف. انا هذا المساند الرسمي ديالي لمزيل العرق، من بين احسن المزيلات العرق اللي كنستعمل هو دوف. صراحه كيحمي ليا واحد الحمايه قصوى. خلاص كندير حتى هذه البنات، حتى هذه زوينه فيها واحد لودغ واعره البنات، كنصحكم بها. هذه دو سور دو جابون صراحه غزاله بزاف. هذه كنستعملها ماشي في داك المنطقه، كنديرها غير من الفوق يعني التيشيرت، ما كنستعملهاش مباشره لحقاش انا عندي مشكل كتحسس ليا داك المنطقه، فكنستعمل فقط دوف يعني ما كنحاولش انني ندير البخاخ. كاين عاوتاني هاد ديودورون ديال الشبه، صراحه غزاله بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل داك المنطقه. انا من كانت عندي مشكل كانت تحسس ليا بزاف كنت كنستعمل هاد ديودورون ديال الشبه، فهي غزاله البنات. هذا غير حجره مزيله للعرق وطبيعيه، راه كتفزوها شويه وكتحاولوا انكم ديروها في داك المنطقه البنات. المهم البنات ثاني حاجه غادي نحاول نبارطاجي معكم هاد اورفين البنات. انا غنحاول ندير لكم واحد الفيديو نهضر لكم على هاد اورفين كيفتح البشره، كيزيل البقع البنيه من البشره، وكذلك مضاد للحب الشباب وشيخوخه الجلد البنات، كيجبد لكم البشره ديالكم، كيمنعها من ظهور التجاعيد المبكره. الغزال البنات هاد اورفين هذا دابا نحاول انني نديطاي لكم في هاد الفيديو باش تعرفوا المزايا ديالو. هذا كنستعملو بطبيعه الحال، كانت الحبه خلات ليا شي بقعه في البشره ديالي فانا كنستعملو على الحبه، وبصراحه كتزول والثمن ديالو جد مناسب، 65 درهم كيتباع في الفارماسي، رخيص لا غلا على مسكين. مهم البنات هذه ان شاء الله راه سالت ليا وغادي نبارطاجيها معكم البنات، واعره 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 كتفتح البشره بواحد الدرجه خطيره. المهم البنات راه سالت ليا ان شاء الله، دابا نبارطاجيها معكم في واحد الفيديو كنظن انها غادي تعجب بزاف ديال الناس لحقاش غادي تنفعكم البنات. المهم البنات غنجيو البنات لهاد ميبو. صراحه البنات البديل ديال بيافين انا بالنسبه ليا كنستعملو. هاد ميبو البنات بالنسبه للناس اللي عندهم حروق من الدرجه الخطيره مزيان ليهم، الناس اللي كيكونوا دايرين عمليات جراحيه وكيبقى ليهم لي طراس مزيانه ليهم كتزول لي طراس. هذه انا كانت خرجتها ليا الديرماتولوج، كنت كنديرها مع واحد البوماده ديال ليطاش. شحال هذه في الوقيته اللي كنت بارطاجيت معكم دي برودوي ديال خاصين يعني بازاله التصبغات العميقه، كانت خرجت ليا هذه باش ما كيحرقش ليا داك لو جيل. كنت كندير نقطه من هذه ونقطه من لو جيل باش هكا البشره ما تحرقش. صراحه البنات غزال بزاف هاد ميبو، اصلا الريحه ديالو البنات بحال راه فيه غير الزنجلان البنات من داخل ومزيت،
غزاله البنات. هذا بالنسبه للحروق. انا راه شوف تبارك الله رانا ما كنستغناش عليها، راه كانت سالات لي هاد لا تيوب هادي، وهذه لا تيوب الثانيه اللي راني واخده. غزاله البنات. هذا ما يخطاكمش، واخا الثمن ديالو راه صراحه الثمن يعني غالي شي شويه، ما رخيص مقارنه مع بيافين، ولكن راه يستاهل انه يكون عندكم في الدار هكا. بالنسبه للحروق، بالنسبه للجروح، كيحيد حتى لي طراس البنات، شي جرحه ولا شي حاجه راه كيحيدها سوغ بلاص، ما كتبقاش البنات نتيجه، والنتيجه ديالو كتبان يعني في مده وجيزه. وزياده على ذلك انه طبيعي، فيه ريحه الزنجلان البنات، غادي يعني المستخلص ديالو طبيعي من الزنجلان البنات. دابا ندوزو بالنسبه للفم البنات. عندي هاد جوج مقشرات البنات مصايبهم انا، ان شاء الله الا بغيتو البنات نبارطاجيهم معاكم في القناه. هذا البنات مقشر كنقشر به هو الاول، عاد كنستعمل البنات هذا من وراء المقشر. مصايبهم البنات طبيعيين وغزالين، كيخليو الفم ديالكم رطيب. وبالنسبه في النهار هكا كنستعمل انا ضروري ما كندير هاد الباليه، هاد المقشر هاد عفوا هاد لابوم على ديال باليا. صراحه ما فيش اللون يعني ترونسبارون، يعني ما كيبانش، والريحه ديالو البنات غزاله. انا ما كنستغناش على يعني هاد المنتجات ديال باليا، بالاخص هاد البوم على انا كنستعمل منهم بزاف. عندي هذا وعندي واحد اخرى البنات انا غنبارطاجيه معكم. هذا يعني انا واخده جوج، يعني هذا لاغوز وهذا ديال المانغو. واحد الريحه البنات فيهم غزاله بزاف. المهم البنات ضروري ما يكون عندكم هادشي. هادو هما المنتجات البنات اللي حاولت انا نبارطاجي معكم ديال العنايه يعني بالبشره، وهكا تعتنيو يعني المناطق الحساسه ديالكم، واي بلاصه تعتنيو بها. شوفوا البنات هادي راه مسخه هنايا، راه كانت صافي ريحه مابقاش هاد لا تيوب اللي جا الخرج من هنايا. المهم ما علينا، بغيت غير نوريكم ان راه كنستعمل هاد ميبو، يعني راه ضروري ما كتخطانيش في الدار. هذا ما كان البنات، كانوا هادو هما المنتجات العنايه اللي بارطاجيت معكم. كنتمنى يكون لا فيديو ديال اليوم خفيف ظريف، وانني ما نكونش طولت عليكم بزاف، وتقاسمت معكم فقط غير حويجات اللي هما يعني عاديين اللي اي وحده كتستعملهم. نهار الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، بقى استحسانكم. ما تبخلوش عليا البنات من لي لايك لي كومونتير زوينين ديالكم اللي كتفرحوني وتخليوني كتشجعوني بهم انني نزيد نعطيكم اكثر واكثر. هنا غادي نخليكم ونقول لكم السلام عليكم حتى لا فيديو جاي ان شاء الله.